ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده فعلا مليان احداث. هكلمكم عن منتجات جربتها. هنعمل الفطار والغدا مع بعض، وكمان هاخدكم بره كده معايا. فالفيديو ان شاء الله هيكون حلو وممتع. كمان هغير شويه من الفيديوهات او المحتوى بتاع الفتره الجايه ان شاء الله. كل فيديو هكلمكم عن منتجات جربتها سواء حلوه او وحشه، هتلاقوها برضو في كل فيديو. لو ما كانش فيه ريفيو فهيكون فيه وصفة للبشرة، هيكون فيه وصفة للشعر. اهم حاجة هيكون فيه حاجات خاصة بمستحضرات التجميل او السكين كير سكين هير كده. تمام. كمان هيكون في الفيديو ان شاء الله انا هعمل تحدي 30 يوم ده لنفسي. لو انت حابة تبدأي معايا تمام. هنظم كل يوم حاجة. تمام. هاخدها كده وهنظمها وهرتبها. هخصص كل يوم هعمل حاجة مختلفة. لو انت حابة تبدأي معايا تمام، ده هتلاقوه في الفيديو. هشارك معاكم الغدا، الفطار، شغلي. كمان هنعمل فقرة حلوة ان شاء الله الفترة الجاية تعجبكم، والا وهي غسيل المواعين. مش عشان انتوا كلكم عارفين تغسلوا المواعين وكل حاجة، بس دي الحاجة الوحيدة اللي انا هعرف اكلمكم فيها عن حاجة او عن موضوع. تمام. فانا هكلمكم في موضوع، فلازم يكون في فيديو او في حاجة شغالة. فانا ممكن اكلمكم في الموضوع اللي انا عايزة افتحه معاكم، مثلا يا اما في فقرة المواعين، بحيث ان انت برضو تحطي التليفون وتتشجعي وتغسلي المواعين معايا، فانا كده شجعتك حفزتك. او وانا بعمل اكل او غدا هكلمكم في الموضوع ده. هكلمكم عن ازاي تبدأي شغلك من البيت. هديكي يعني حاجات انا مشيت عليها نفعت معايا، نجحت، ازاي عملت فلوس، الكلام ده كله. فهو ده كل يوم هختار موضوع وهنتكلم فيه. فالفيديوهات ان شاء الله الفترة الجاية هتكون مختلفة ومتنوعة. وعايزة برضو انزل اعمل لكم فلوجات في محلات ومطاعم مثلا، هجربها معاكم لأول مرة. هنجرب وصفات جديدة برضو مع بعض، بحيث ايه اجربها لأول انا، ولو حلوة هقول لكم دي حلوة. فان شاء الله ان شاء الله اتحمسوا معايا كده، لان انا متحمسة الفترة الجاية. فقبل ما ابتدي معاكم اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واهم حاجة اللايك، لان يعني دي الحاجة الوحيدة اللي انتوا بتشجعوني بيها، والفيديو يترفع كده ويتشاف اكتر. فدي حاجة الوحيدة اللي هي هتشجعني ان انا اصور بصراحة. فلما بلاقي تشجيع وكلامكم الحلو هتشجع اكتر. تمام. هحاول يعني ان انا انزل لكم كل يوم فيديو، مش كل مثلا يوم ويوم، بس ده على حسب التفاعل بتاعكم. خلاص. فما تنسوش بقى لو انت اول مرة تشوفوني تعملوا اشتراك في القناة وسبسكرايب، وتفعلوا اهم حاجة اشعار الجرس. ويلا بينا على فيديو النهاردة. المهم عملت بقى الفطار معاكم كده، عملت رغيفين فينو انا وبنتي. فهي فضلت تنقنق وانا كلت الباقي بصراحة. وبعديها مش بعديها انا عملت برضو ايس كوفي، بحيث ان انا بحاول يعني مش عايزة اشرب قهوة ان الجو حر، فاهمين؟ فانا عايزة حاجة تصحصحني وتفوقني كده، وفي نفس الوقت تكون فريش، يعني تديني كده نعنشة. وعملتها بالسكر الدايت، عشان يعني بحاول على قد ما اقدر ما بوظش كل حاجة. يعني انا بقالي فترة مقطعة الدقيق الابيض، اللي هو الحاجات المخبوزات اللي هي من الفرنة، ولا قرص ولا فينو ولا الكلام ده كله. فانا بحاول ان انا ايه النهاردة بصراحة بوظت خلاص. فده كان الفطار بتاعي. اهو لذيذ كده، حاجة كده ايه سريعة. المهم خلصنا فطار، رحنا فين؟ رحنا تمرين السباحة. بصوا الجو كان نار حر جدا، العيال شايفاها بتتحرق بجد في الموجة دي. دي كمان احنا لسه في موجة حارة سمعت انها جاية. فالمهم هنا مدرسة السباحة، في طبعا برايفت وفي مدرسة. احنا في مدرسة ما ملحقتش البرايفت، فان شاء الله هلحقه المرة الجاية. التمرين بقى في ايام التمرين اللي هي في المدرسة بتبقى مثلا من الساعة 3 4 و4 و5 ومن 5 ل6. فاحنا بقى واخدين من 3 ل4، ده موت قوي. ده الوقت اللي احنا لقيناه متاح. اما بقى البرايفت بيبدأ من الساعة 6 و7 و8 و9. تمام. وتقريبا من 9 ل10. المهم انتوا شايفين ابن اللي هو في الوش ده كده. فباخده هو وعيال اختي، فانا بقى مرة وهي مرة، لان بجد لما
يعني لا وحشه قوي، يعني الجو وحشه قوي. فرهضه برو ماكس. المهم لازم في وقت الصيف اشترك له في اي نشاط. يعني برضو السنه اللي فاتت كده اشتركت له في سباحه، بس تبع اكاديميه، وهي اللي كانت بتاخده وبتوصله. فانا بقى حسيت وحديهم ومفيش حد بيروح، فهما بياخدوهم ويودوهم. بصراحه انا قلقت من موقف كده كان حاصل. انا مش عايزه اتكلم عشان ايه يعني، مش عايزه اتكلم. فقلت لا، انا هروح اوديه احسن، هتمرمط بس اكون انا مطمنه اكتر. كمان ده شط جيش تبع الجيش وكده، فدي حاجه كويسه قوي يعني. ماشي، النادي تبع القوات المسلحه. فالمهم هنا كده ابن اختي بقى الصغير ده كده خلاص، هم خلصوا التانيين، فده كده كان ميعاده. خلصنا وروحنا بسرعه. عملت الغدا، كنت منضفه الفراخ دي قبليها بيوم، وكانت على الحشو والسلق على طول، فما خدتش وقت لانها صغيره زي ما انتم شايفين. يعني دي ما اظنش تعمل نص كيلو اصلا، صغيره قوي عامله زي الحمام، فكانت حلوه. ما خدتش معايا وقت خالص، وكان طعمها خطير. وعملت الملوخيه دي برضو جاتلي من البلد، والعيش الشمس البلدي ده جالي برضو من البلد. فحطيت بقى جنبيها كده كان مخلل، وده كان الغدا بتاع النهارده. انا كان عندي اكل برضو اسهل من كده، كنت محضره وحطاه في الفريزر، بس انا قلت لا، انا هعمل دول النهارده. تمام. عشان كان العيش عندنا اللي هو البلدي ده والملوخية، فقلت لا، ده هو عايز فراخ. وعملت 2 كمان اهو، عملت 4. قلت دول اخليهم لتاني يوم، لان انا عارفة ممكن مثلا عندي شغل بتاع. فالمهم يعني هريح الدنيا شوية، لان الجو حر، مش هقف مرتين بصراحة في المطبخ. تمام. كلنا الاتنين دول، في حد جه كلهم تمام. جوزي حب يتعشى تمام. محدش هياكلهم، هيقعدوا لبكره. اشيلهم كده يعني هغطيهم واحطهم في التلاجة. تمام. ولما فرمت الملوخيه ما عملتهاش كلها، سبت جزء منها كده، قلت احطه في الفريزر عشان يبقى طازه بكره لو انا هعمل الفراخ بكره. تمام. يلا بينا بقى كده، انا هتعشى وهرجع لكم بالفيديو الريفيو بتاع المنتجات. بصوا بقى يا حبايبي، النهارده الدور على الشامبو او منتجات كلاري. انا كنت مصوره ريفيو ومنزلاه على التيك توك والانستجرام، حتى كنت منزلاه هنا فيديو شورتس، بس مش عارفه كله هيشوفه ولا لا. فبيبقى البنات اللي متابعه شورتس غير البنات اللي متابعه الفيديو اللي هو الطويل، فانا قلت برضو هعيده لكم هنا كده برضو، عشان لو انتي ما شفتوهوش او كده فتلاقوه في الفيديو بتاع النهارده. طيب انا هتكلم عن المنتجات دي لاني انا كده جربتها وخلاص، هي خلصت. منتجات كلاري دي انا شارياها، وبصوا خلصت يعني خلاص بقى. فمش عارفة يعني، هي من حلاوتها انا عايزة اكررها تاني، وفي نفس الوقت عايزة اجرب منتجات تانية جديدة عشان اقول لكم برضو يعني ريفيو عنها. فانا مش عارفة بصراحة اعمل ايه. خايفة اجرب حاجة تانية تطلع وحشة. فالمهم هنبتدي الاول كده بالترتيب بالشامبو. ماشي، دول هنا كده 2 شامبو، وده كونديشنر، وده اللي هو الهير ماسك. بصوا كده، استنوا، شايفينهم كده؟ المهم هكلمكم عن شامبو كلاري اللي هو فيه ترطيب زيادة، حلو جدا جدا، وبيديكي ترطيب للشعر. ولكن انا برضو بستخدم معاه كونديشنر. هكلمكم عن الكونديشنر ده، عايزه اقول لكم حلو جدا وسريع جدا. يعني لو انتي مستعجله فعايزه حاجه ترطيب عالي وكده، هو ده كلاري حلو جدا جدا، فانا بستخدمه. كمان بقى بستخدم الشامبو ده بتاع القشره، جربته، عايزه اقول لكم تحفه فعلا، خلى شعري بدون قشره. هو يعني مش ما كانش قشره قوي، فبرضو علشان يعني عامل حمايه تاني. يعني دلوقتي انا ما عنديش قشره، بس برضو بستخدمه. بعمل بستخدم ده مره وده مره، يعني الشامبو ده بستخدمه مره، والمره اللي بعديها لما اجي اغسل شعري هقوم مستخدمه ده. فكده انا بعمل عامل وقايه لشعري، يعني عامل حمايه ووقايه برضو ان القشره ما تجيش ناحيتي. ليه بقى القشره بتكون عندي؟ عشان بس البنات اللي هتقولي عشان مش بتغسلي شعرك لا، انا بغسله كتير، بس عشان انا بجرب منتجات كتيره، وبجرب زيوت ومش عارفه وصفات وخلطات على فطبيعي ان الفروه حاجه هي مش مستعده لها مثلا، او مش متعوده عليها، فهتعمل قشره. ده طبيعه يعني الشعر يعني.
المهم فكده زي ما قلت لكم بستخدم الشامبو ده مره وده مره، فهو بصراحه ما عمليش قشره. وبرده بستخدم الكونديشنر ده مره ومره اللي هو الهير ماسك، فبستخدم ده مره وده مره. لما بكون برضو ما عنديش مشوار ومش مستعجله بستخدم ده. بصوا بقى انا هفتحه كده وهوريكم الكميه قد ايه. بصوا انا مخلصاه يعني هو باين. ثواني كده هفتحه وارجع لكم. بصوا كده يا حبايبي، يعني انا مخلصاه واكلاه تمام. وعايزه اقول لكم برضو لو انتوا شايفين ان الكميه بتاعته يعني قليله، لا هي بتاخد برضو لا بتاخد فتره معاكم حلوه يعني تمام، مش بيخلص بسرعه. المهم انا هقفله بعدين. المهم فالمجموعه دي بستخدم مره الهير ماسك يعني في غسله، مره الغسله اللي بعديها بقوم واخده اللي هو الكونديشنر، وده مره وده مره. فانا دلوقتي خلاص هما خلصوا، انا عايزه اشتري، مش عارفه بقى اشتري ده يعني انا عايزه اكرره ولا اجيب منتجات جديده واجربها. فلو انتوا جربتوا حاجه حلوه اكتبولي في الكومنتات عشان انا برضو اجربها. فاهمين قصدي؟ يعني نفيد وانا استفيد. خلاص فدي كده بالنسبه لمنتجات كلاري. جربوها تعجبكم. هي بس المشكله ان هي يعتبر هي غاليه، لان الشامبو لوحده ب290 298. فانا كنت شاريه المجموعه الشامبو مع الكونديشنر مع الهير ماسك دول كده، دول كانوا عاملين 750 تمام. كانت مجموعه نازله علبه كده كرتونه كبيره على بعض. ده زي ما قلت لكم مشترياه ب200 حاجه و90 ده يعني لوحده. خلاص فبس كده ده كان الريفيو بتاع النهارده. الفيديو اللي فات كلمتكم عن انواع السيرم دول. ان شاء الله بقى الفيديو الجاي اكتبولي حابين اكلمكم ايه منتجات تانية سواء سكين كير ولا سكين هير ولا عن الميك اب. فاكتبولي بقى ايه في الكومنتات. ما تنسوش اللايك اللايك اللايك، لان دي الحاجة اللي بتشجعني على التصوير وابقى متحمسة ان انا على الاقل انزل لكم كل يوم فيديو. فلما مش بلاقي تفاعل بصراحة بكسل وبحبط كده. وساعات مش هكدب عليكم بيجيلي فترة اللي هو خلاص انا مش هصور يوتيوب تاني، في منصات تانية فيها تفاعل احسن من كده بالنسبة لي. فانا يعني لا مش هكمل، يا اما مثلا هنزل لكم شورتس وخلاص. فيا ريت تشجعوني باللايكات والكومنتاتكم الحلوة علشان اصور لكم على طول. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم كده. واستنوني في فيديو جديد وباي باي.